هو ليه الست مش بتدخل المسبح؟ أهلا بيكم في برنامج كشف الشكوك. ليه الست مش مسموح ليها تدخل المسبح؟ وهل ده حرام؟ تعال نجاوب على السؤال ده من منظور الكنيسة، ونعتمد على الكتاب المقدس وتقاليد الكنيسة. أول حاجة، هل ده حرام؟ الكنيسة ما بتقولش إنه حرام بمعنى إنه خطية، لكن بتقول إن ده ترتيب كنسي مقدس، واللي يحافظ عليه بيكرم النظام اللي ربنا وضعه، مش ضد الست ولا تقليل من قيمتها. ليه الستات ما بيدخلوش المسبح؟ الكتاب المقدس بيورينا إن في نظام ودرجات في الخدمة. في العهد القديم حتى الرجالة نفسهم ما كانوش بيدخلوا قدس الأقداس إلا لو كانوا كهنة أو رئيس كهنة. وربنا قال لموسى: وأما الغريب الذي يقترب يقتل. يعني مش أي حد يدخل الأماكن المقدسة، حتى لو راجل لازم يكون مختار ومفرز للخدمة دي. وده بيكمل في العهد الجديد بنفس الروح في رسالة كورنثوس الأولى: وليكن كل شيء بلياقة وبحسب ترتيب. فاللي الكنيسة بتعمله ده مش ضد المرأة، لكن نظام روحي محترم حافظ عليه الآباء من قرون. المرأة في الكنيسة ليها دور عظيم، ولكن مش في المسبح. الست مش بتدخل المسبح، لكن بتخدم في حاجات تانية قوية جدا. تربية الأجيال في الإيمان، زي القديسة مونيكا والدة أغسطينوس. والشمسيات زمان كان ليهم دور مهم في خدمة معمودية النساء، خدمة الرحمة والترتيل والتعليم والافتقاد. يعني الخدمة مش مرتبطة بدخول مكان، لكن بقلب وإيمان وطاعة لربنا. المسبح رمز للمسيح نفسه. المسبح في الكنيسة هو مكان الذبيحة المقدسة اللي بنقدم عليه جسد ودم ربنا يسوع، واللي يقف جوه المسبح لازم يكون مفرز للخدمة دي بحسب ترتيب رسولي. حتى الشماس مش بيدخل المسبح على مزاجه، ولا بيقرب من المسبح الكبير إلا في الوقت الصح وبإذن الكاهن. فالموضوع كله تقديس للمكان، مش تفرقة بين راجل وست. مثال بسيط، تخيل إنك داخل أوضة عمليات في مستشفى. مش أي حد ينفع يدخل هناك، حتى لو دكتور، إلا لو ليه شغل محدد وفي وقت محدد وبلبس معين. هل ده معناه إن الباقيين أقل؟ لا طبعا، ده نظام لحماية قدسية المكان ووظيفته. نفس الكلام في المسبح. رسالة مهمة: دخول المسبح مش مقياس لمحبة ربنا ليك أو لقيمتك. ربنا استخدم نساء عظيمات غيروا العالم بالإيمان والطاعة، مش بمكان دخلوه. الكنيسة مش بتقلل من الست، بالعكس دي بتكرمها جدا، بس كل شخص ليه دور. الخلاصة، الست مش بتدخل المسبح مش عشان حرام أو أقل، لكن عشان ده نظام مقدس الكنيسة ماشية عليه من أيام الرسل، وفي احترام لقدسية المكان وترتيب الخدمة. وقيمة الإنسان مش بالمكان اللي واقف فيه، لكن بالقلب اللي بيخدم بيه ربنا. كان معاكم ريمون مجدي من برنامج كشف الشكوك، كل يوم حد الساعة 7 على راديو دوجما.